ولكن برضو داير اعمل لكم الفيديو ده لانه دي حاجات خلتني ما احب مصر ولا اقدر افكر فيها كبلد ممكن اعيش فيها. زي ما سمعتوا كده حبايبي، الاخت رينا قررت انها مش هتقدر تعيش في مصر لان في حاجات وايد ما حبتهاش في مصر. طب انا عايزه اقولك ان احنا بصراحه الخبر ده كان بالنسبه لنا مفجع جدا، لا هنقدر ناكل ولا هنشرب ولا ننام لحد ما تقرري ان انت تفضلي معانا وان انت تحبي مصر. لا حبيبتي، لا حبيبتي، البلد اللي تودي احسن من اللي تجيب يا ماما. احنا مش يعني عايزه اقولك احنا ممكن نعملك زفه بلدي وانتي ماشيه، بيتك بيتك، يلا احنا مش ناقصينك اصلا. عيب عيب لما تبقى بلد استضافتك ورحمتك من الحرب في بلدك وانتي تطلعي تعيبي فيها. عجبانا بحلوها ومرها، عجبانا بسلبياتها وايجابياتها، عجبانا بميتها الوحشه بنتها الوحش، عجبانا. قاعده فيها ليه؟ جيتي فيها ليه؟ انا هقولك كلمتين اتنين. مصر من اول الدول اللي فتحت لكم بيبانها وملايين ملايين ممليانه جت قعدت في مصر. مصر من اول الدول اللي قدمت لكم مساعدات ووقفت جنبكم، فعيب لما تطلع عيله زيك تعيب في مصر والحاجات اللي موجوده في مصر. حبيبتي مع ألف سلامة، والقلب دعيلك وهنكسر وراكي قلة. وانتي بالنسبة لي لا تمثلي الشعب السوداني، لأن الشعب السوداني شعب محترم، أخلاقه عالية، جدع جدا، مؤدب جدا. انتي واحدة بتمثلي نفسك بس، ولما تحبي تشبهي نفسك بالملوك شبهي نفسك بالملوك في أخلاقهم كمان، لأن انتي بالشكل ده انتي ما عندكيش أخلاق. ويكفيني ان أهل بلدك طلعوا ردوا عليكي وقالوا ان انتي مش مؤدبة، وقالوا ان انتي لا تمثليهم. عيب لما تعيبي في بلد هي رحمتك من حاجات كتير قوي. انا مش هقولك بلدك فيها ايه عشان ما بقاش ست عنصرية، بس يكفي ان انتي ما احترمتيش كرم الضيافة. سكنها مش عاجبك، النت مش عاجبك، الاكل مش عاجبك، الشرب مش عاجبك، مع الف سلامة المركب اللي تودي. صدقيني ولا هنعيط ولا هندبدب في الارض ولا هنمسك فيكي. بصي لنفسك وانتي طالعه ماسكه ازازه الميه المعدنيه اللي هي المفروض استخدام شخصي وبتشربي منها بالشاليمو. يا اما انتي واحده محدثه يا اما انتي مش فاهمه انتي بتعملي ايه اصلا. فاحنا مش ناقصينك. مصر فاتحه دراعاتها لكل الدول من ايام حرب الخليج، مش هتيجي عيله زيك في النهايه وتعيب في مصر واللي موجود في مصر. عجبانا بكل ما فيها، عجبانا. اتفضلي انتي مع السلامه، ما تدخليهاش تاني. لو وصلتم معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك للقناه، دعمكم هيشجعني اني اكمل. واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.